مجموعة مهمة من الأخبار الساخنة بالنسبة لليوم سياسية واجتماعية. حوادث الغرق مازالت متواصلة بشكل رهيب. وفاة مسنة اصطدمها قطار في سوسة. الاعتداء على شاب بآلة حادة من طرف أفارقة جنوب الصحراء. وفاة 10 أشخاص وإصابة 434 آخرين في حوادث مختلفة بين حرائق وطرقات. معلومات جديدة على الحادثة متاع المرأة الكبيرة اللي طيشت روحها من قنطرة بنزرت. إيقاف موظف ببنك بتهمة اختلاس 400 ألف دينار. في الجانب السياسي عنا زاد مجموعة من الأخبار الدسمة. نشر القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. حركة الشعب تقرر ترشيح أحد قياديها للانتخابات الرئاسية. وزير الخارجية تونس متمسكة بالارتقاء المتواصل بالعلاقات مع فرنسا. سقوط أخطر قيادات الإخوان. تونس تنهي إرهاب النهضة الناعم. ملا ابقوا معنا، ما تنسوش لايك للفيديو ومتابعة للقناة باش توصلكم الأخبار اليومية باختصار واحترافية. الفترة الأخرى شهدت زيادات كبيرة في حالات الغرق في مختلف الجهات. أكد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة اليوم الاثنين 15 جويلية تسجيل 6 وفيات في الشواطئ خلال نهاية الأسبوع، أغلبها تعود للأطفال. قال المتحدث أنه تم أيضا خلال نفس الفترة إنقاذ أكثر من 20 شخص من الغرق، بينهم 15 شخص في يوم واحد. وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ بأنه تم البارح لحد 14 جويلية إسعاف ونقل كهل يبلغ من العمر 61 سنة تعرض لتوقف قلبي رئوي بعد ما غرق في شاطئ صخري في معتمدية دار علوش غادي، ونأكد طبيب الصحة العمومية حالة وفاته. كما تم انتشال شاب يبلغ من العمر 15 سنة بعد ما غرق زاد في نفس المكان وتسليمه إلى أعوان الحرس البحري بميناء الهوارية. قاعدين نلاحظوا إلى حالات الغرق قاعدة تتزايد في الفترة الأخرى، وذلك علاش لازمنا نردوا بالنا على رواحنا وعلى صغارنا خاصة. أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية بأنه فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة اتدخلت بعد حادث مرور على مستوى شط الرمان في معتمدية أكودا تمثل في اصطدام قطار بمترجلة تبلغ من العمر 75 سنة. وأضاف المتحدث بأنه تم إسعافها على عين المكان إلى حين وصول فريق الطب الاستعجالي واللي أقر حالة الوفاة، وتم تسليم الجثة إلى أعوان الحرس الوطني. تعرض الشاب في العقد الثاني من العمر للاعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس بعد نشوب مناوشات مع عدد من أفارقة جنوب الصحراء وسط مدينة مدنين وفق ما أفاد به مصدر أمني. وتم نقل الشاب إلى المستشفى الجامعي بمدنين لتلقي الإسعافات، وتوصفت حالته بالمستقرة كما تم فتح تحقيق في الغرض. سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة وفاة 10 أشخاص وإصابة 434 أخرين وفق بيانات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية. قامت وحدات الحماية ب 489 تدخل توسعت بين إطفاء حرائق 95 تدخل، والنجدة والإسعاف بالطرقات 130 تدخل، والإسعاف في غير حوادث المرور 250 تدخل. في عودة على الحادثة متاع المرأة اللي طيشت روحها من القنطرة، نجح مواطن بجهة بنزرت يدعى مكرم بن حسن في إنقاذ امرأة نهار الجمعة اللي فات بعد ما طيشت روحها من أعلى قنطرة في بنزرت في محاولة للانتحار. واليوم أعطانا أكثر تفاصيل على الحادثة. وأكد مكرم بن حسن وهو واحد من الأعوان العاملين بجسر بنزرت أنه لاحظ امرأة متواجدة على مستوى الجسر وكانت مرتبكة وتتصرف بغرابة وكينها متردة. وقال كانت امرأة عمرها قريب 50 وتعمد مراقبتها على خاطرها كانت متردة وكانت مستعدة باش تطيش روحها. قرب منها وسألها على أحوالها وما راعوا إلا أنها قامت بالقفز من أعلى الجسر وتبعها من غير تردد في لحظة يأس بعد ما علمته أنها تعيش ظروف نفسية صعيبة وتمر بحالة اكتئاب بسبب مشاكل عائلية. يعني المشاكل العائلية تنجم تخلي إنسان يوصل للانتحار. أكد سلاح الدين الراشدي الناطق باسم محاكم جندوبة في مداخلة إيقاف موظف ببنك بتهمة اختلاس أموال طايلة من أموال حرفاء واستخدامها في ألعاب الرهان الرياضي. شدد الراشدي على أن المبلغ حاليا يقدر ب400 ألف دينار وفما إمكانية أنه يكون المبلغ أكبر. قال زادة أن الموظف البنكي يستغل جهل بعض الحرفاء وعدم اطلاعهم على الأرصدة. وقال زادة أن الرقابة البنكية فشلت في السابق في كشف تلاعب الموظف البنكي. وقال أن عملية الاستيلاء تمثل خيانة موصوفة. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم القرار الترتيبي المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، كما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019. تضمن القرار الترتيبي إضافة فصول جديدة وتنقيح أخرى
كما الفصل الثالث بإضافة مطة ثانية تتعلق بشرط الجنسية للترشح للانتخابات الرئاسية، أن يكون تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين كلهم تونسيين دون انقطاع طبقا للفصل 89 من الدستور. كما تضمن الفصل الثالث مطة رابعة جديدة تتعلق بسن الترشح، ونصها أن يكون بالغ من العمر 40 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه طبق الفصل 89 من الدستور. ونقطة سادسة جديدة نص على فقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية. قرر المجلس الوطني لحركة الشعب في اجتماعه البارح لحد 14 جويلية ترشيح واحد من قيادي الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة في 6 أكتوبر 2024 على أن يتم الإعلان لاحقا على اسم المترشح في نقطة إعلامية. وأكد المجلس الوطني لحركة الشعب تمسكه بطلب توفير مناخ انتخابي سليم وشفاف يضمن تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين في ظل حياد الإدارة والتزام الجميع بالقانون لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في كل مراحلها. قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في كلمة ليه البارح بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية يتنزل في سياق خاص لتزامنه مع تعبير الشعب الفرنسي عن إرادته بمناسبة الانتخابات التشريعية. أكد عمار احترام تونس لهذا القرار السيادي ومواصلة العمل على تعزيز روابط التعاون مع المنتخبين الجدد، مشيرا إلى أن تونس مقدمة بدورها على مسار انتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القادمة. تقدم وزير الخارجية لسفيرة فرنسا بتونس بالشكر على سرعة الإجراءات اللي اتخذتها بلادها بالفعل وعلى كل اللي باش تقدمه لتمكين مواطنين المقيمين بفرنسا من الأدلاء بأصواتهم في أحسن الظروف خلال هذا الاقتراع الهام، وخص بالذكر كافة مزدوجي الجنسية مواطني تونس وفرنسا اللي يتمتعوا بمواطنة كاملة في كلا البلدين ويعزوا التقارب بينهم. وقال زادة اللي عدد كبير منهم قدم الكثير لإشعاع بلدينا في جميع المجالات وعلى مر الأزمنة، وذكر في هذا السياق بأن تونس تدرك وتثمن إسهامات كفاءاتها التونسية بالخارج سواء لفائدة بلادهم الأم أو لفائدة بلد الإقامة، وتعزم تنظيم منتدى وطني خاص بهم يومي 6 و7 أوت المقبل. ووضح زاد أن تونس تسعى من خلال المشروع هذا إلى إنشاء مقاربة جديدة في علاقتها مع مواطنيها المتغربين بهدف تسيير انخراطهم طريقة أفضل في مسار تنمية البلاد والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في عديد المجالات. في ضربة كبيرة لإخوان تونس وقفت السلطات الأمنية أخطر قيادات التنظيم بينها الأمين العام لحركة النهضة العجيمي لوريمي ضمن قضية التآمر على الدولة. قررت النيابة العامة إحالة قيادة حركة النهضة العجيمي لوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. شكرا لكم على متابعتكم لنا في الفيديو هذا، إن شاء الله تكون المعلومة وصلت باختصار وعرفتوا أكثر عن الأوضاع الحالية في تونس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. أعطيونا آراءكم وتعليقكم على المواضيع اللي حكينا عليها اليوم. بسلامة وإلى اللقاء في فيديو جديد.